السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عملنا الحواوشي الاسكندراني، طبعا عملنا رغيفين من الحواوشي زي ما انتم شايفين. قطع اللحمة عملناها حواوشي سكينة كده بالخضار زي ما انتم شايفين. ده الحواوشي العادي وحواوشي وش بيتزا تحفة بصراحة. تابعوا الفيديو للآخر عشان قلبك تعرفوا الطريقة في الحواوشي البيت في بكل قلبك سهولة. تحفه. جينا بقى نعمل عجينه الحواوشي دي اللي احنا شفناها. عجينه سهله جدا هتقدروا تعملوها في البيت ليكم، وتقدروا تعملوا الحواوشي بكل سهوله في البيت. عندنا 2 كوب من الدقيق متعدد الاستخدام او اي دقيق عادي استخدام زي ما انتم شايفين كده. وعندنا نص معلقه كبيره من الخميره زي ما انتم شايفين اهو. معلقه كبيره من السكر، نزلنا برشه الملح. نقلب المكونات دي كافه مع بعضيها عشان ناخد عجينه كويسه ومتناسقه مع بعضيها. هنعمل فراغه في النص كده، عندنا نص كوب من الميه، ونبدا نعجن العجينه بتاعتنا دي كده بالراحه. عجينه سهله جدا هتقدروا تعملوها في البيت بكل سهوله. هنبدا بقى نخدم العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهو. نخدمها، هي عجينه مش كبيره اهو. العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين مسامها ناعم تحفه. يلا بينا بقى نسيب العجينه تريح لمده نص ساعه ونعمل اللحمه بتاعتنا. عندنا ربع كيلو من اللحمة كده ملبسة، حتة لحمة ملبسة مش عايزينها حمرا خالص، يكون فيها نسبة دهنة كده. طبعا بنقطعها بالسكينة عشان نعمل حواوشي سكينة حواوشي اسكندراني سكينة زي ما انتم شايفين كده. عندنا سكينتين يكونوا حادين او حاميين، نبدأ نقطع بقى زي ما انتم شايفين كده. تاخد معانا وقت بس هتطلع معانا حتة لحمة كويسة وواحد حواوشي محترم. هتلاقي فيه قطع اللحمة كده تكون ملبسة كده بنفس الشكل ده. نبدأ بقى عندنا السكتين الحاميين بقى بنقطع بيهم. عندنا واحد حبة من الطماطم متوسطة الحجم، وبصلايه كامله، طبعا في نص بصلايه تاني، وواحد حبه من الفلفل الرومي زي ما انتم شايفين. نبدا بقى نقطعهم كده. طبعا بندور بنشيل بقى قلب الطماطميه ده عشان الميه، مش عايز ميه في الحواوشي، نشيله خلاص. بقى بنبدا نقطع بقى الفلفل والطماطم والبصل. بعد ما قطعناهم بقى بننزل بيهم على اللحمه اللي احنا فرمناها زي ما انتم شايفين. فرمه اللحمه خشنه شويه، احنا عايزينها خشنه. ممكن تعملها عادي في المفرمه العاديه بتاعتك على الخشن، بس انا حبيت اعمله كده يعني بيكون افضل، بتحس بطعم اللحمه فيه. طبعا بنبدا نفرمه تاني، هننعم اللحمه تاني. هو بياخد وقت بس بيطلع تحفه في الاخر. طبعا بقى بنبدا نتبل بقى الحواوشي او لحمه الحواوشي او عجينه الحواوشي دي، عجينه اللحمه. نص معلقه كبيره من الفلفل الاسمر، ورشه ملح صغيره خالص اللي هو 2 3 جرام او 4 جرام بكتير عشان ما يبقاش مملح معانا. طبعا بنعجن العجينه تاني بايدينا كده، ونبدا بقى نفرد بقى ايه نخش بقى على العجين بتاعنا بعد ما سيبناه يريح نص ساعه. نقطعها بسم الله. بنكورها كده زي ما انتم شايفين، وبعدين بقى نبدا نفردها بعد 5 دقايق بالظبط. ونحط لها بقى ايه الحواوشي بتاعنا، عجينه اللحمه بتاعتنا على لحمه السكينه. ندخلها الفرن. طبعا الفرن ولع معانا دلوقتي. هنعمل رغيفين من الحواوشي، عجينه فوق وعجينه تحت. طبعا احنا بنجيب شويه دقيق كده زي ما انتم شايفين، رشه صغيره من الدقيق، وبنفرد بقى العجين بتاعنا ده كده. بعد ما يريح 5 دقايق نفرد العجين بتاعنا. طبعا زي ما انتم شايفين كده بعد ما فردنا العجينه نبدا نحط الحشو بتاع اللحمه بقى بتاعنا. الحواوشي زي الكتاب ما بيقول، الحواوشي زي الكتاب ما بيقول اهو. مع الشيف محمود مفيش مستحيل. طبعا عملنا الحواوشي الاسكندراني زي ما انتم شايفين كده، وريتكم في اول الفيديو. العجينه ورقه بفره كده، عجينه خفيفه خالص وتحفه، والحته قطع اللحمه باينه ازاي في الحواوشي. طبعا عملنا 2 رغيف من الحواوشي، واحد عادي واحد اسكندراني زي ما انتم شايفين كده. ده الاسكندراني العادي، وواحد وش بيتزا. عملنا واحد عادي واحد وش بيتزا اسكندراني، وزي ما انتم شايفين وش بيتزا تحفه، حاجه كده روعه، خطير. هتقدروا تعملوه ليكم ولولادكم بكل الحواوشي في قلبك تحفه وبيدوب. العجينه بتاعته مش تخينه، العجينه بتاعته مش تخينه، تحفه. مع الشيف محمود مفيش مستحيل، هتقدر تعمل الحواوشي ده بكل سهوله في البيت. يلا ندور الحواوشي بقى البيتزا. خطير.